في إطار العمليات المندمجة التواصلية اللي كتنظمها جمعية التربية والتنمية فرع ورزازات بشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. اليوم نتواجد بالجماعة الترابية إيرغ المقدال، وبالضبط بالمدرسة الجماعاتية إيرغ المقدال، حيث كنا في الفترة الصباحية على موعد مع العمليات الميدانية المباشرة اللي كتستهدف سائقي الدراجات بمختلف أصنافها، اللي هي محور موضوع المشروع. وفي الفترة المسائية كنا على موعد مع أنشطة تحسيسية لفائدة التلاميذ من المرفق الداخلي للمدرسة الجماعية غير المقدال، واللي كانت تضمنت عروض تحسيسية حول المخاطر ديال الطريق، واستعراض مجموعة من الإشارات المرورية اللي يجب على التلاميذ أنهم يحترموها. من بعد تم التوجه مباشرة إلى الميدان تدريب التلاميذ على ما تم تلقينه لهم في إطار ذوك العروض التواصلية اللي تعطت من طرف الإخوان، بالإضافة إلى تنشيط عام للتلاميذ اللي كانت تستهدفوا من وراءه أنه نخلقوا واحد الفسحة من الترفيه والتعليم والتكوين في آن واحد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي الكامل إليا جطار، أدرس في المستوى السادس الابتدائي. اليوم جيت عندنا هذه المسابقة ديال السلامة الطرقية، درنا شي أنشطة ودرنا أناشيد، خرجنا الحلبة، ركبنا فوق البيكالا، درنا كل شي أناشيد خدناهم ودرنا كل شيء. اليوم شاركنا في هذه المدرسة الجماعية مع جمعية التربية والتنمية لورزازات. جينا شاركنا مع في هادشي ديال السلامة الطرقية مع الأطفال اللي كاينين في الجماعية، حتى هي داروا داكشي مع السلامة الطرقية. الحمد لله داز كلشي بخير وعلى خير، ولقينا واحد الدراري كلهم ناشطين، درنا الحلبة، درنا لهم الفيديو، درنا لهم هذا، وكانت موسيقى زينة مع الإخوان ديال الجمعية. وكنشكروا الجمعية اللي استدعتنا باش نجيو معها لهنايا، وداز الحمد لله راه كلشي داز بخير وعلى خير. في اطار الشركه ديال الجمعيه ديال التعاون الدراسي للمدرسه الجامعيه ديال المقدال وجمعيه التربيه والتنميه لورزازات، اليوم قاموا بواحد النشاط تحسيسي على مخاطر الطريق، وعطاو مجموعه من الانشطه اللي هي نظريه وتطبيقيه لتلاميذ المدرسه. وهذا النشاط عرف واحد النجاح ملموس، وكان واحد التجاوب والتفاعل ايجابي ديال التلاميذ وديال اطر الجمعيات.